يا راجل ده وزير شباب اتغير. امال الوزير المره دي كان خايف ليه؟ وزير الشباب قبل كده اتغير عشان الاهلي. ومش اول مره ومش اول وزير يتغير. وزير ده رغم انه زملكاوي بيجري يعمل تليفونات عشان يجيب حكام عشان خاطر الاهلي. ليه؟ عشان خايف يتغير. عشان الاهلي بيغير وزراء. الاهلي لو غضب يغير وزراء. جمهور الاهلي لو غضب بيغير وزراء. جمهور الاهلي لو غضب بيغير وزراء. هو حسام حسن بيطبل، لا مؤاخذه، رغم ان انا من طول عمري اقول ان حسام حسن شخصيته كده. اما مسك المنتخب حسام حسن بياخد لعيبه الاهلاويه نفسهم مش مقتنعين بيها، زي محمد هاني. بياخد سكواد الاهلي كامل يلعبه في المنتخب، حتى لو ما بيلعبوش وبيلعب المحترفين كده كده هيلاعب المحترفين. بياخدوا ليه؟ علشان جمهور الاهلي زام على حسام البدري، طيره. حسام البدري ما خسرش ماتش وهو بيدرب المنتخب، ما خسرش ماتش، لكن الجمهور زام عليه طيره من غير اسباب. جمهور الاهلي كبير، عدد ضخم. لو كل واحد كتب منشور واحد، تعليق واحد على السوشيال ميديا بتتقلب. لو كل واحد منهم كتب تعليق، سيبك بقى من اللجان بتاعه الخطيب والكلام من ده، كل واحد بس يكتب تعليق من جمهور الاهلي ضخم، جمهور كبير. وده اللي ساند الاهلي. ده اللي ساند الاهلي، ساند اي اداره الاهلي بتغلط واخطاء فادحه. لكن تعالى بقى لو عايز تلعبها صح وتقول دلوقتي يا جماعه اللعبه ما بقتش في الملعب بس، والادارات والنوادي بقت تعلي على بعض، ما بقتش في الملعب، لا بقوا بيكسبوا بينافسوا بعض في حاجات بره الملعب. الاداره دي كسبت وايه، والجمهور بقى خلاص بقى كان الاول احنا بنشوف الماتش. دلوقتي في عصر السوشيال ميديا اللي احنا فيه، احنا بنشوف الماتش وايه اللي حصل، وايه اللي حصل في الكواليس، وايه بعد الماتش، وايه قبل الماتش، وفلان قال لفلان ايه، وفلان اتصل على فلان قال له ايه، لايف كل ده بنشوفه. فخلاص بقت حدوته بقى. الناس مشغوله في ده، سهل جدا 24 ساعه في ال 24 ساعه انت مشغول مع الكوره واخبار الكوره واحداث الكوره بره الملعب وجوه الملعب. مش بس جوه الملعب، ده انت بتتابع احداث الكوره اللي بره الملعب اكتر من اللي جوه الملعب. جوه الملعب 90 دقيقه صح، انت بتتابع 24 ساعه علشان تتفرج على 90 دقيقه، عشان الناتج اللي في الاخر هيطلع في 90 دقيقه. بعد ما جبنا فلان وفلان 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 90 دقيقه بقى حصل فيهم ايه؟ بس المكاسب الحاجات الصغيره اللي اصلا انت لسه ما كسبتش الزمالك، بس انت كده بتكسبه معنويا. الزمالك خسر في افريقيا ليه؟ معنويا. الزمالك رايح اصلا فكر فرق افريقيا كلها تعبانه، افريقيا بقى فيها كوره، والاهلي لازم ياخد باله ان افريقيا بقى فيها كوره وممكن يخسر سهل. المهم، فانت بتتابع حالا بقت الادارات بتنافس بعض. فانتقال زيزو للاهلي يا واو، فوز اداره الاهلي على اداره الزمالك. مش فوز نادي الاهلي على الزمالك في الملعب، لا فوز بره الملعب. فزيزو زي ما قلت لكم مش اللاعب بصراحه، ولا الزمالك ولا الاهلي يدفعوا في فلوس. مش رضا عبعال هو يعني، مش رضا عبعال اللي ده وده عملوا على بعض مع بعض مزايده في مزاد علني في اتحاد الكوره. بس ده لاعب حريف، لكن زيزو مش اللاعب اللي يدفع في فلوس، والله مش اللي يدفع في المبالغ دي. بس الاهلي كده مش فارق معاه، مش فارق معاه. ليه؟ مش هو اللي بيدفع، يعني هو بيدفع اقل من اللي دفعه الزمالك، والباقي جاي اعلانات دعايه. ليه؟ لانه معاه دعايه. الكلام اللي انا قلت لكم قبل كده، قلت لكم ما حدش يقدر على الاهلي. ليه؟ الاهلي معاه رعاة تقال، معاه اعلام، معاه ناس رعاة ودعايه تقيله، معاه رعاة تقال قوي ولهم كلمه تقيله، مش شركات هفا، ده في منها شركات يهود. مش قلت لكم الكلام ده؟ قلت لكم ما حدش يقدر على الاهلي. وفعلا بعد اللوائح ما اتطبقتش على الاهلي. هو كده، هي كده، مش اي حد.
في ناس دايما كعبها عالي في اي مجال، فالنادي الاهلي كعبه عالي، كعبه عالي. الخطيب سلطه ما حدش يعرف يمشيه الا اعضاء نادي الاهلي. تفكر الخطيب زي اسمه ايه ده. احنا صحينا في يوم لقينا مرتضى منصور بره نادي الزمالك، بره نادي الزمالك. هو رئيس النادي. ايه السبب؟ ما تعرفش، ما حدش في مصر يعرف السبب الرسمي. احنا كلنا عارفين ايه السبب، يعني اغلبنا عارف ايه اسباب ان مرتضى منصور فجأة بره النادي من غير اسباب رسمية، من غير على الورق كده ومن غير سبب. يلا اول ما نزل من نزلوه من عضوية مجلس الشعب وبره النادي وبره النادي كمان. مش لكن الخطيب حد يعرف يعمل معاه كده؟ مستحيل، مستحيل. ده حاجة تانية. رئيس نادي الأهلي رئيس دولة، رئيس شعب. السيسي حالا لو قال يلا نحارب كم واحد هيطلع معاه؟ الخطيب لو قال يلا نحارب جمهور الأهلي كله، بقول لك إدارة الأهلي من سنين السنين تقول شمال شمال يمين يمين. الزمالك جمهوره ممكن يشتم رئيس النادي عادي، ليه؟ أنا مش مقتنع بيك. لكن الأهلي لا، جمهوره مش كده. جمهور الأهلي سمعا وطاعا، ما أنا ماليش عقل، أنت عقلي، شوف أنت عايز تروح فين وإحنا وراك، عايز تروح فين وإحنا نسبقك وهنشيلك ونوديك المكان اللي أنت عايز تروح.